معاك 800,000 جنيه ومحتار ما بين جيلي ام جراند موديل 26 وام جي 5، تعال ارشح لك افضل عربيه قيمه مقابل سعر تحت 800,000 جنيه. يلا بينا. ام جي 5 فئه الكومفورت بتتقدم بفوانيس هالوجين مع جنط 16، موتور العربيه 1500، تنفس طبيعي 120 هورس باور، ونفس الكلام في الجيلي الام جراند موتورها 1500 تنفس طبيعي. العربيه دي بتتقدم بناقل حركه سي في تي، كمان هنا بتتقدم بناقل حركه اوتوماتيك عادي. بالنسبه للجيلي الام جراند فبتنزل طبعا بفوانيس ال اي دي مع جنط تون 16، واشارات في المرايات وكيلس انتري من بره. جيلي الام جراند من الداخل بتنزل بطاره من الجلد، هاند بريك كهرباء، وشاشه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وكمان فيها ستارت ستوب انجن وتحكم طاره ومثبت سرعه. بالنسبه للمساحات الداخليه في الجيلي الام جراند فهي تعتبر واسعه جدا، وكمان فيها فتحات تكييف خلفيه. بالنسبه للام جي 5 فبرضه الطاره بتاعتها من الجلد، فيها كمان محكم طاره ومثبت سرعه وتاتش سكرين تدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. مساحه الكنبه الخلفيه في الام جي 5 برضه واسعه جدا، ولكن مش مريحه زي الجيلي الام جراند. مساحه الشنطه في العربيتين تقريبا 500 لتر، ودي طبعا مساحه تشيل اي شنطه انت محتاجها. ودي كانت مقارنه سريعه ما بين الجيلي الام جراند والام جي 5 عندنا هنا في اكستريم اوتو. بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم لعملاء التقسيط، ما تنساش تسال على عرض ال3 اقساط هديه. انا كنت معاك محمد عادل من فرع المعادي. سلام.